جابرييل مشكلة جابرييل غالي برضه يا جدعان، يعني جابرييل غالي ونقطه مش مضمونة. ماتش ريال وبرشلونه كنت متوقع حاجه من دي. مرموش في السيتي وبقى عايز 100 مليون جنيه 100 مليون 2 مليون يورو في لعيبه في برشلونه والريال ما بياخدوش 2 مليون يورو في السنه. تجديد زيزو. انا عارفك تحب الزمالك والزمالكاويه جدا جدا. تجديد زيزو في كلام كبير قوي على موضوع تريزيجيه ان هو يرجع الاهلي تاني. ف يعني هنشوف اختراعه هيبقى ايه. ممكن يكون جايب مرموش عشان يلعب باك يمين والله مستبعد. اعزائنا المشاهدين اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من كوره كاست، هنا حيث البرنامج الامتع الاعظم الاروع على الاطلاق، او احنا بنتمنى يكون كده في يوم من الايام. عبد الله حسام سلام حبيبي. بعد العوده بالسلامه طبعا لمستر محمود لينا بالسلامه، فهنبدا دلوقتي نتكلم في اول فقراتنا من البرنامج بتاعنا كوره كاست، وهي فقره الاخبار. انا مكسوف من الفانتزي كله. الاخبار ما اظن ان مش احنا لوحدنا، الناس كلها الجوله اللي فاتت كانت في الضياع، كل الناس ما حدش عمل حاجه خالص. لا بص، انا اتزنقت زنقه وحشه قوي في الجوله اللي فاتت. طبعا كنت مسافر وما كنتش مركز، طبعا عذر بالنسبه لي يعني عشان ما كنتش مركز يعني. ماشي. بس انا يعني في وسط الدوشه دي عملت 41 حلو يعني، انت فاهم؟ عملت قلق يعني. هو حلو قوي. هو اه حلو قوي بصراحه. انا عايز اقول لك انا تشكيلتي فيها كل الناس الديفرنشال الموجوده في الفانتزي واللي مش ديفرنشال، يعني صلاح، بالمر، ايزاك، جوردن، اينا، كل ده في تشكيلتي وكلهم ما شاء الله. انا عايز اقول لك بقى على حاجه، المنافسه فعلا دلوقتي بقت صعبه، لان اللي بيجيبوا نقط كلهم رخاص، فبقوا عند كل الناس يعني. صحيح. بقوا عند كل الناس يعني. مثلا ايزاك سعره عادي، عندك وود سعره عادي، عندك واتكنز سعره عادي. كله باع مين؟ هالاند اللي كان ب15، فعمل فلوس كتير قوي، بقت تعرف تجيب كل التشكيلات اللي عندك. الفكر بقى ان انت تختار اللعيب فعلا الديفرنشال اللي هيعمل لك فرق وسط النجوم اللي موجوده دي. بس عايز اقول لك ان الاختيارات دلوقتي بقت صعبه، يعني انت حتى لو معاك لعيبه هم سعرها رخيص وبتجيب نقط وكل حاجه، طب ما اينا مش يعتبر بالنسبه للدفاع مش غالي، مش ارنولد مثلا، ماشي، مش فان دايك، بس تيجي ما ده اللي بتكلم فيه. الموضوع بقى صعب ان انت حتى لو اخترت لعيبه ماتشاتها سهله وسعرها رخيص ومتالقه في السيزون ده، تيجي تلاقيهم تحت الارض. ما هي الفكره، هي دي النقطه اللي انا بتكلم فيها. لا هي نقطه ان انا اللي بشتري اللعيبه دي. والله العظيم انت ما تعرفش فيه ايه. طب اقول لك على حاجه، انا عايز اقول لك على حاجه. انا الجوله اللي فاتت كان عندي وفره في الفلوس، عندي وفره يعني، لقيت معايا 3 وشويه مليون، فقلت انا ليه ما استغلهمش؟ رحت تاجر. والله رحت بايع عماده ديالو اللي انا بتكلم عليه بقالي قرن، راح جاب هاتريك وانا اشتريت. والله لبست لابسه بنت كذا. يلا طيب مين اللعيبه؟ يعتبر مش هسالك بقى مين اللعيبه اللي ما عملتش حاجه، مين اللعيبه اللي عملت حاجه عندك في التشكيل؟ هما مفيش الا 2، واتكنز وود، وهال جاب لي 4 بوينت اسيست بس. كليفرت بتاع ساوثامبتون، بتاع بورنموث، يا رب، بورنموث جاب هاتريك وعمل اسيست. في واحد صاحبي معانا في الليج بتاعنا، ما تقولش بقى ان هو جايبه والله تفهمش ليه يعني ليه بس انت اشتريته ليه ما اعرفش. طب انت جبته بناء على ايه؟ انا ما كانش معايا فلوس رحت جايبه. كان معاه سيمينيو اللي هو بيلعب معاه في نفس الفرقه برضه، فقلت اغير بقى عشان كل فيرترودا بيشد ضربات جزاء ومش عارف ايه، فاجيب بدل سيمينيو، راح جاب هاتريك وعمل اسيست. لا ده اللي معاه كليفرت ده ساحر. عايز اقول لك ان هو كان هنا، كان في الليج بتاعتنا مثلا هنا احنا الفرق بيننا نقطتين 3 نقط. بقى تاني والله يعني حاجه يعني حاجه مش شعوذه بجد. لا انا عندي حد انا شفته بس هو تحت خالص، هو نط بس لسه تحت، جايب حاجه و60 بكابتن ارنولد ما شاء الله. والله اختيارات تجيب لك تربانه بصراحه. طيب سيبك بقى من الكلام ده علشان انا انصدعت بصراحه من اللعيبه اللي ما جابتش واللعيبه اللي جابت والكلام ده. الحاجه اللي لازم نتكلم عليها في الفانتزي صلاح دلوقتي بقى له جولتين ما بيعملش حاجه، بلانك وحش قوي والفرقه ليفربول حالها ما يطمنش. شايف ان هم يكملوا ياخدوا الدوري ولا الموضوع بقى شويه كده راح لارسنال؟ هو هيكملوا ان شاء الله، لان اصلا اللعيبه كلها نفسيتها ايه في العلالي، لان فرق النقط بينهم وبين المنافس فعلا اللي هو يعني اللي كان بيبهدلهم السنين اللي فاتت السيتي، دلوقتي مفيش منافس بالنسبه لهم. يعني هو المنافس بالنسبه لهم عندك ارسنال وعندك نوتنجهام، فالناس دي نفسها مش طويل زي السيتي، والسيتي هو ده اللي كان عقده بالنسبه لليفربول. فليفربول يعني عايز اقول لك ان هو مش هيسيبها،
وصلاح هيفوق. يعني هو صلاح ممكن نفسيا مثلا متاثر مثلا بالضغوطات اللي عليه، بالكلام اللي حصل تجديد الفتره اللي عقده فاتت. والكلام ده. فده كله مأثر عليه. بس يعني صلاح لعيب بروفيشنال وهيتخطى الموضوع ده بشكل كبير. طيب في معضله بالنسبه لنا تخينه قد كده، مم. قد كده مثلا. دلوقتي ليفربول متصدرين دوري الابطال ومتصدرين الدوري الانجليزي، مم. هيقدروا يسدوا على الجبهتين ولا الموضوع صعب في ظل ان فرق كتير قوي كانت واقعه في اول السيزون دلوقتي بدات تعمل صفقات هي المشكله ان ليفربول ما عندوش صفقات. يعني هو كيزا بس دي الصفقه الوحيده اللي عنده. ما عملش حاجه ما لعبش الا ماتش واحد لحد بس. دلوقتي، ما عملش حاجه. يعني مثلا هو مش بيلعب ولا بيشارك والكلام ده كله. قول لي مين البديل لاي حد غير اللي هو بيقوم منزل اليوت ويقوم منزل لك الواد اسمه ده ما بحبوش رقم 17 جونز كيرتن جونز. جونز انا ما بعترفش بيه لعيب. يعني لعيب عادي في وسط الهوجه اللي جوه دي. بيتكلموا دلوقتي على مبويمو برينتفورد ممكن يروح الليفر، لعيب. الواد ده مجرم مش لعيب بس. بس على ما اظن ان هو يعني زي صلاح كده لعيب مساحات. ما انا بقول لك هو لعيب. الواد ده مبويمو ده الشيخ، انا مسميه الشيخ. على شيخ فكره على مبويمو. فكره انا اتصدمت من معرفه الواد ده ان سنه صغير اصلا، هو مش كبير ايوه ده. صغير. صغير هو قوي. شكله كبير، شكله عجوز، بس هو لا صغير. ممكن يكون مزور. ما تعرفش. بس يعني هم لا هم اجسامهم كده. عندك يا باشا روديجر عنده حاجه و20 سنه. ده حقيقي. ما شاء الله جدي. يعني انت شايف ان هم يقدروا فعلا لا الدوري يقدروا الانجليزي خلاص يقدروا ان شاء الله. نعتمدوا، انا اخد ده منك انت الفرق اللي هو. الفرق شاسع. الفرق شاسع فعلا في النقاط ما بينه وبين المنافس الحقيقي اللي انا شايفه السيتي. يعني انا شايف ان الارسنال في ماتش من الماتشات ممكن يقع او وقعتين كده 3. نوتنجهام مش هيفضل كده خد على بالك طول. ارسنال في اصابات. انا ارسنال لو عدت لك اللعيبه المصابين او اللعيبه اللي ما بتلعبش الفتره دي بسبب الاصابات او الايقافات، هي الفرقه الاساسيه كلها انا عايز تومياسو وايت ساكا. وساكا واسمه ايه ده خيسوس. لما آه. حتى خيسوس لما ربنا نفخ في صورته وجاب جونين في ماتشين او 3 جوان في ماتشين جاله صليب. عايز اقول لك ان مفيش حد في الفانتزي دلوقتي جايب حد من انا معايا جابرييل عن نفسي. جابرييل مارتينيلي. لا جابرييل آه ماجالايش الدفاع. الدفاع. جابرييل مشكله جابرييل غالي برضه يا جدعان. يعني جابرييل غالي ونقطه مش مضمونه. يعني هو جات له هوجه كده ان هو بتاع الحركه اللي كانوا بيعملوها بتاعه الكورنر وكده. بس انا جبته عمل الحركه دي تاني ماتش بس ما شفتهاش بعدين. بس هو ميزته ان هو مش بس مدافع كويس، هو ممكن بيهدف. ما هو الناس جايباه عشان تهديفي. هو بيطلع بيضرب هيدر فظيع. بس يعني بقاله فتره قوي ما عملهاش. يعني انت تيجي تحسب مثلا بقاله كام 5 ماتشات ولا حاجه ما عملش الهيدر ده. ما اظنش ان عندنا حاجه تانية نتكلم فيها في الفانتزي. عايز اقول لك في ناس فعلا دي الديفرنشال. زي سيمينيو. زي عندك الواد جيبس وايت بتاع نوتنجهام. بس ماتشاتهم يعني بورنموث جدولهم اللي جاي صعب قوي. صعب. نوتنجهام عادي. يعني في ماتش صعب وبعد كده هتلاقي الدنيا ايه. في فرق جدولها اللي جاي جامد. يعني مثلا عندك ليفربول. ليفربول جدولهم حلو قوي. انا اقل حاجه 3 لعيبه من ليفربول الجوله. انا جبت كوناتي ومعاه صلاح وبفكر في لويس دياز. لسه بفاضل بقى لويس دياز لا اما جوتا. بس جوتا مشكلة. لا جوتا مشكلته حاجه واحده بس. يعني هو عنده مهاره فظيعه جدا ان هو بيخش في اخر تلت ساعه تيك يجيب لك جون. حرامي جوان. هو نزل كسبهم الماتش قبل اللي فات واتصاب. ما انا بقول لك حرامي جوان. وده حرامي جوان فعلا بيقف في الاماكن اللي هي بيجيب فيها جوان حلو قوي. بس مشكلته ان هو بيجي في اخر ربع ساعه تلت ساعه. ربنا يوفقه يا اما لا. عندك لويس دياز. عندك الواد فعلا جاكبو. جاكبو تحس ان هو بقى جعان كوره. اتحط في مكان حلو قوي اللي هو الوينج الشمال بيعدل على يمينه ويشوط جون. بيعدل على يمينه ويشوط. لا فجاكبو عامل يعني انا شايفه كويس. بس جاكبو حاطينه هجوم. لا بس يعني وتحس في ان اللعبه الروتيشن اللي ارن سلوت بقى يعمله ما بين اللعيبه دي فعلا خلى الفرقه كلها جعانه والفرقه كلها عايزه تأدي. الفرقه كلها عايزه كل واحد عايز يحجز مكان اساسي. ده حقيقي. فدي حاجه كويسه مش وحشه من وجهه نظري. ده حقيقي. طيب دلوقتي بتتكلم على لعيبه الليفر خلاص. لعيبه نوتنجهام اكيد معانا. مش اي حد منهم دلوقتي مهم. لا الديفرنشال الواد جيبس وايت ده فظيع. الواد ده وحلاوته في حاجه ان هو يعني مش زي مثلا لو حسبت كلويفرت بس. كلويفرت مثلا تلاقي مثلا جايب النقط دي كلها في 5 ماتشات. لا جيبس وايت فعلا جيبس وايت 6 5 7 11 ممكن حتى لو مش جون اسيست. انت فاهم. بيبقى ماشي بالسيكونس ده. انا بحب اللعيبه دي لعيبه ديفرنشال وتجيب لك كل شويه كام نقطه كده حلوين. فجيبس وايت من اللعيبه دي. وولفرهامبتون اشمعنى
هجومهم قوي جدا. ودفاعهم عبيط. انا عايز اقول لك ان يعني انا اتفرجت على الماتش امبارح بجد والله. بيروحوا على الجون، والواد كونيا مجرم مجرم مجرم، يعني فظيع، بيعمل حركات وبيرمي سروهات وبيعمل كل حاجه في الكوره، بس هم مش محظوظين. والواد لارسن برضو هضبه، مم. بسم الله ما شاء الله، طول بعرض قدي مرتين، والعيال بتبقى جنبه قد كده اهو، قد كده اهو، وبس هم حظهم وحش، حظهم وحش جدا يعني. فولم فلان ما عندكش الا عندك الواد اليكس ايوبي، ده الديفرنشال فعلا اللي عندهم. انا جبت ايوبي اه. لما اتكلمنا عنه قبل كده، مم. جبته في اليوم اللي اتكلمنا، جبته للجوله اللي بعدها ما اه. عملش حاجه، ما عملش حاجه. سبته الجوله اللي بعدها ما عملش حاجه. اه. خيمينيز اللي كان بيجيب في الجولتين دول اه. نقط، رحت بعت ايوبي وجبت مين؟ خيمينيز. ايوبي جاب جونين وخيمينيز بلانك. ما هي يا باشا هي الدنيا كده، يعني انت لازم تصبر على اللعيب. ما يعني انا عايز اقول لك على حاجه، انا جبت لعيب في مره، كان مين؟ كان اولي واتكنز السنه اللي فاتت، جبته جولتين ما عملش حاجه، بعته، اقسم بالله تألق غير عادي. السنه اللي فاتت عارف بقى اولي واتكنز ايوه عمل ايوه ايه؟ السنه اللي فاتت كان جامد. كان عامل شغل عالي جدا جدا جدا. لا اولي واتكنز انا جايبه المره دي برضو براهن عليه، فربنا ييسر. حد فانت عندك برضو الواد روبنسون بتاع روبنسون بتاع فولم. فولهام، مم. جايب نقط حلوه قوي قوي يعني. يعني انا بفكر اجيبه. انا كان معايا فتره بس استغنيت عنه عشان اينا بصراحه. اه. حد اين حلو طبعا. في حد جدول السيتي اللي جاي في دوري الابطال او في البريمير ليج صعب، في ممكن الناس تفكر في حد من السيتي. عايز اقول لك ان مع وجود دي بروين الفتره اللي فاتت وبقى يلعب، الواد فودن متالق تالق غير عادي، حقيقي. تالق غير عادي. فناس كتيره جايه تشتري فودن لقيته ب9 وشويه، فرجعت تاني. والفكره كمان ان تدعيمات السيتي اللي هنتكلم عنها كمان شويه، تدعيمات السيتي اللي جايه كلها هترجع عمليه الروتيشن تاني. فحتى فودن هالاند نفسه مش هيبقى مضمون بعد كده، او هالاند اللي يمكن لحد ما بتتكلم مثلا في الثلاثه اللي وراه ما حدش مضمون، في خط النص ما حدش هيبقى مضمون، ما حدش ضامن مكانه، ده الدفاع ما حقيقي. حدش ضامن. انا كان معايا ريكو لويس، مجرد ما ستونز رجع ومش عارف مين رجع وبتاع بعته، خلاص عشان عارف ان هو مش هيلعب تاني مش خلاص، مش هيشمها. فبعته. فالموضوع هيبقى هي صعب. مشكله لويس ان هو البنيه الجسميه بتاعته ضعيفه جدا، فمش عارف يسد مع بس هو التيم. واد مهاري، واد حلو وكل حته تقيله كده، حته حلوه. بس مسمار، يعني تقدر اه تقول عليه مسمار، بس البنيه الجسميه بتاعته ايه، ضعيفه شويه، فمش مساعداه ان هو يبقى فعلا الدفاع قوي يعني. بس دي نقطه بتاعت لويس بس مش اكتر. ما اظنش في حاجه تانية ممكن نتكلم فيها في الفانتزي. لا الجوله ما كانت خراب على الكل من والله الاخر. والله. فخلينا دلوقتي بقى نتكلمنا في الفانتزي والبريمير ليج والدوري الانجليزي والكلام ده كله، وهنروح بقى لكلامنا في الفقره الثانيه وهي فقره نرجع نتكلم بقى في الفقره الثانيه بتاعتنا وهي فقره الكره العالميه. وهنبدا باول حاجه عشان مستر محمود حبيب قلبي، بس هنتكلم عن ماتش الريال وبرشلونه. كنت متوقع حاجه من دي؟ بص، يعني انا ما كنتش متوقع ال السكور ولا الهزيمه؟ يعني لا السكور ولا لا الهزيمه؟ السكور ولا الهزيمه. يعني انا كنت طبعا رايح، اي حد بيبقى بيشجع فرقه بيبقى يتمنى السيناريو الاحسن للفرقه، بس انا عارف ان احنا كنا ضايعين دفاعيا، ضايعين دفاعيا. اقسم بالله، اقسم بالله الكوره اللي جايه الثالثه انا قلت ان احنا هنشيل سكور بعد ما ضيعنا الكوره اللي جت في العارضه بتاعت رودريجو. الكوره بتاعت العارضه بتاعت رودريجو، بكلم صاحبي اللي جنبي بقول له احنا هنشيل الكوره دي، ما دام ما جاتش احنا هنشيل سكور. قال لي ليه ومش عارف ايه. الكوره ردت بجون على طول. حال المدريد. لا الدفاع عندنا شوربه، مفيش. انت بتلعب بباك يمين، ما الله يمسيه بالخير، كان بينزل ايه بيأدي كده، هو بيعمل اللي عليه فاسكيز، وعندك باك شمال مندي، الله يشيله من ريال مدريد، ولا اشوفه في حياتي خالص. فانت عندك اتنين وبتلعب اسينسيو لسه شاب جديد صاعد واعد، كنت بتلعب بتشاوميني اصلا. بص انا معاك في كل ده، ومعاك ان دفاع الريال كله على الله ان شاء الله، بس انت بتتكلم ان دفاعك ما عملش اللي عليه، هجومك برضه ما عملش اللي عليه. لا انت كنت يا باشا، انت كنت بتأدي قدام، بس الفكره ان انت كنت فاتح الملعب. يعني انت كانشيلوتي خلاص انت خسران، فبدات تفتح الملعب، ودي فرصه لبرشلونه ان هو يعمل مرتدات عليك رهيبه. وفعلا حظ برشلونه برضو ان كل هجمه بجون، كل فرصه بجون، مش كل هجمه بجون. قول لي فرصه ضايعه، مفيش فرصه ضايعه، هي كل الفرص اللي جت جون، تك 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 جوان.
فانت ما عندكش دفاع. خلاص اسكت بقى هعيط خلاص والله سألت عليا. فانت ما عندكش دفاع خالص، ولا عندك خط نص دي ام اف، ما عندكش خالص، ما عندكش الدي ام اف اللي هو قوي زي الواد بتاع برشلونه ده كازيميرو ده كان اسطوره اقسم بالله، والله اسطوره. يعني كازيميرو ده اول ما طلع بنتيجه الله يجحمه برده في ماتش برشلونه كان بيلعبه اساسي، سابه شاله في ماتش، شلنا برده نفس النظام، شلنا. طيب بتتكلم دلوقتي ممكن نقول مثلا تركيز الريال على صفقه مبابي خلاه يهمل بقيه الفريق جدا. انا عايز اقول لك الدفاع في الشوربه، في الشوربه خالص. يعني انت ما عندكش دفاع خالص خالص خالص. لا عندك باك يمين، هو كان معتمد على فاسكيز. كارفخال البديل بتاعه ايه؟ فاسكيز بيسند معاه في النفس ايه؟ فاسكيز. عايز اقول لك الاثنين تقريبا سنهم فوق ال 35. لا كارفخال 33 3 كبير برضه، كبير كبير كباك يمين ماشي، كبير. يكمل معاك يزق معاك الموسم وفاسكيز لغايه لما كبير، فاسكيز تجيب. مش صغير. المشكله ان انت اصلا ما فكرتش في باك شمال. يعني كل كلامك على الباك اليمين اللي هو عندك فيه تدعيم، ما فكرتش في باك شمال. فرحان بفران جارسيا. فران جارسيا مش باك شمال بتاع الريال مدريد. يعني بيتكلموا في ارنولد ارنولد باك يمين برضه وديفيز. يعني عايز اقول لك ما فيش ديفيز. انت بتتكلم على ديفيز؟ ديفيز باك شمال بس فين بايرن. هم بيقولوا ان خلاص مفيش كلام. يعني مثلا في كلام قوي جدا على ارنولد خلاص، لان ارنولد خلاص عقده مع الليفر يعتبر ان هو كمان كام يوم ممكن يتكلم مع اي فريق عادي في نص الشهور. ما انا بقول لك يعني عندك صلاح وفان دايك برضو ما جددوش معاه ولا ارنولد جددوا معاه. طيب يعني فانا بتتكلم ان ارنولد قريب، يعني لو الدنيا معاه مشيت كويسه قريب بس كام يوم ديفيس في الريال. لسه ما انت ما عندكش باك شمال. عايز اقول لك من بعد مارسيلو وكوانتراو ما فيش باك شمال عندك. بتلعب بمندي وبتلعب اسكت. لا انا محبط. بس احنا رحنا ايه لابين لبيت ايه بقى؟ انتوا ما لبيتوش حد خالص. انت عارف الكوميك، عارف الكوميك الثلاث عيال لما واحد بيتريق عليه قوم ده ضارب التاني. انتوا ما لبيتوش حد خالص. هي دي نفس النظام. لا طيب يلا الحمد لله. خلاص سيب الريال بقى عشان ده صعبت عليا والله. جمهور الريال كله صعبان عليا، معلش. ان شاء الله السنه الجايه او اللي بعدها او اللي بعدها نعمل حاجه. الدفاع يتظبط ومش هتشوفه. احنا فاضل لنا ماتش مع برشلونه بس، ماتش العوده. تخسروه. تخسروه. لا تخسر مين؟ يعني الماتش الاول 4 وده 5، الثاني بقى 4 5، الجاي بقى 6. اصبر ان شاء الله الجاي 6 لينا بقى، هنشوف. ماشي. طيب خلينا دلوقتي نروح لحاجه مهمه قوي عايزين نتكلم عنها، مصر كلها بتتكلم عنها، العالم كله بيتكلم عنها. مرموش في السيتي. الاسم لوحده لسه جديد على لساني، فالموضوع خضه ان في لاعب مصري هيلعب في السيتي. انت عارف ان هو بيعمل اختبار طبي دلوقتي واحنا قاعدين دلوقتي. هيلعب تحت ايد جوارديولا اللي هو الراجل اللي بيخترع كوره اصلا. فبتتكلم انه حتى في ناس كتير مصريين من ضمنهم كابتن رضا عبد العال بيقول اللي قال قبل كده على احمد مدبولي ان هو قد مرموش 10 مرات او 100 مره تقريبا. كابتن شوقي غريب يستبعد مرموش قبل كده من الاولمبياد علشان احمد رمضان بيكهام وعلشان مش عارف مين، وقال ان هو اللعيب ده بيلعب في المانيا صحيح بس انا مش هجيبه واكلف نفسي فلوس علشان لاعب انا ما اعرفش مستواه ايه وعندي ناس قده 10 مرات. ده كله كلام اتقال على مرموش طلع المانيا قرر ان هو ما يرجعش لاهلي ولا زمالك وكمل، ما عملش زي رمضان صبحي، ما عملش زي علي جبر، ما عملش زي الناس دي كلها، كمل وداس وراح الفريق ما توفقش فيه قوي، راح فريق تاني اعاره وطلع وعمل ودلوقتي في السيتي. الموضوع بالنسبه لنا القصه بتاعته حلوه قوي وهتبقى احلى لو نجح في السيتي. فانت ايه رايك بقى؟ انا عايز اقول لك ان مرموش من الناس اللي هي بتطور من نفسها. يعني جامد. في ناس بتطور من نفسها وفي ناس بتفضل على نفس الريتم بتاعها فيبقى ادائها ثابت فبتبدا ترجع مصر تاني زي الناس التانية بقى رمضان بقى علي جبر احمد حجازي كل الناس ديت اللي هي عندها اداء ثابت ما بتطورش من نفسها. لا مرموش كل فتره بيطور من نفسه، كل فتره بتلاقي حاجات جديده. يعني مرموش بيطلع مهاريات مع فرقته انا ما شفتهاش في حياتي. انا عايز اقول لك مرموش لعب في فرانكفورت تقريبا سنه ونص او سنتين. الجماهير كانت بتودعه وداعيه اسطوره. ما انا بقول لك لا اصل عمل طفره خليهم ثالث الدوري. هو اللي مخليهم ثالث الدوري. يعني انت بتتكلم على لعيب مطلع فرقه ثالث الدوري ما شافتهاش قبل كده بقى لها قرن، فاهمني؟ وبيعمل ده بمهارات، يعني بيعمل ده بحاجات قويه، اجوان عالميه بيعملها. فانت بتتكلم على واحد زي ده. تاني حاجه نيجي بقى لحته مع جوارديولا والكلام ده كله. هو حته بقى الناس بقى بتقارن بقى هل هيعمل اللي صلاح عمله. لسه كنت جاي لك، هل هيعمل اللي صلاح عمله؟ خصوصا ان هو 26 سنه وصلاح كان داخل البريمير ليج 26 سنه للمره الثانيه. طب على الاقل صلاح ما كانش عنده بديل بالظبط. انما ده عنده بديل. انت بتتكلم على هالاند اللي مكسر الدنيا والكلام ده كله.
هل بقى جوارديولا حطوا حافز عشان يخلي هالاند يلعب ويشتغل لان هالاند نايم في الخط بقاله فتره، ولا هيبدل بقى والكلام ده كله بحيث ان كل واحد عايز يثبت افضل ما ده عنده؟ اللي كنت لسه جاي لك فيه، شبه هالاند اللي صاب الفاريز وخرج الفاريز في الاخر. لا لو بالظبط. حصلت مع مرموش متهيألي مرموش يعني عقليته كويسه ان هو يستحمل شويه، بس يقدر يستحمل لحد امتى؟ لا بص، هو يعني في ظل الشخصيه اللي احنا شفناها بتتكون، او شفت اللعيب وهو بيتطور التطور ده، لا مرموش هيعمل حاجه مع السيتي طيب يعني. الكلام برضو اللي داير ان مرموش ما خرجش بره المانيا، مصر المانيا ما خرجش، فهو حياته كلها في الدوري الالماني، والدوري الالماني مش الدوري الانجليزي. صلاح مثلا كان في بازل، بعد كده طلع على تشيلسي، عاش شويه في انجلترا، راح بعد كده ايطاليا، اتفحت في 3 فرق، وبعدين ايه رجع تاني انجلترا. فصلاح كان عنده تجربه كامله، لما مرموش مصر هي بص، سيبك بقى المانيا. من الكلام ده كله، المينتاليتي بتاعتك انت، لو المينتاليتي بتاعتك قويه هتعدي في ده كله. يعني صلاح الفرق ما بينه وبين اي محترف مصري قبل كده ايه؟ العقليه. حقيقي. هي العقليه، هي اللي عنده اراده وعنده عزيمه وعنده نظام وعنده تطور وعنده الكلام ده كله، هو ده اللي مخليه صلاح. حقيقي. يعني الانضباط اللي فيه والمنتاليتي بتاعته هو ده اللي مخليه صلاح. فلو مرموش عنده نفس المنتاليتي دي اللي احنا شايفينها والتطور اللي احنا شايفينه، يعني حتى مثلا لما تيجي في المنتخب مرموش بيأدي في المنتخب، مرموش بيبقى وده بيأدي. من قبل كده، من اه قبل حتى ما كان يبقى اساسي في فرقته ولا انضباط ولا الكلام ده لا كله. بيأدي في المنتخب وقوي جدا. فمرموش من الشخصيات اللي المنتاليتي بتاعتها قويه جدا، وانا متوسم فيه حته قويه جدا. بس مشكله بيب ما يعنصرهاش معاه. نفسي بس يعني نفسي ما يعنصرهاش معاه، لان بيب لما بيحط لعيب في دماغه او خصوصا الافارقه. بتبقى زباله قوي، بيبقى بس حركه زباله بس منه. خلينا نقول ان هو من كلامه على مرموش الفتره حتى الاخيره دي، لما اتسال على مرموش كذا مره في المؤتمرات الصحفيه، كان بيعامل الصفقه ان هو عايزها، كان ب- بيكتم بيقول ما اعرفش ما ادريش في نقطه بقى، ان هو اللي جايب مرموش. بالظبط ده اللي بتكلم يعني فيه. يعني تلات ارباع العنصره اللي كانت فيه كان اللعيبه بتيجي وهو موجود. هو مش راضي عن الصفقه مثلا او حاجه. بيبقى مش راضي عن الصفقه الا محرز. يعني محرز برضو عنصر معاه في الاخر كده، لانه هو بيب جوارديولا عنده زي ما قلتها مليون مره في الحلقه اللي فاتت، انت هتمشي على اللاين اللي انا ماشي مع عامله لك، هتطلع براه هتطلع بره الفرق. انا لما اقول لك ما ترقصش ما ترقصش. هو كانت مشكله رياض محرز مع جوارديولا ان هو ايه، بيعمل فنتات ويرقص وبعد كده يعمل اللي جوارديولا عايزه. لا هو جوارديولا اعمل اللي انا عايزه من غير ما تعمل الحبشتكنات اللي انت بتعملها دي. فعشان كده ما فيش كونتاكت ما انت بينهم. دلوقتي تألق مرموش بالنسبه لك واقف على ان جوارديولا هيعمله ازاي. بالظبط، مليون في انا المية. من وجهه نظري انا شايف عمر مرموش ده يعني باذن الله هيبقى الصفقه المطرشه بتاعت جوارديولا السيزون ده. هتجيبه في وهو فانتسي ولا لا؟ اكيد والله اكيد، بس انه اضمن ان هو يلعب. ولو مش هيلعب هو كده كده سعره مش هيبقى غالي قوي، اه فايه هجيبه عادي كتشجيعا ليه، علشان ربنا طب يكرمه كده. ايه انا رايك؟ بشجعك، انا من بلدك وبشجعك الاول. انا حاسس ان هو هيبقى ثمنه 7 او 7 وشويه في بتتكلم في فانتسي. 7 ونص 7 6 من 10 اه حاجه كده يعني. اه هيبقى زي جريليتش بالظبط اول مراحل بالظبط السيتي. بالظبط. طيب خلينا برضو هنتكلم في حاجه مهمه قوي دلوقتي، الصفقات التانية بتاعت السيتي. في خوسانوف، عبد القادر خوسانوف، ماشي، ده الدفاع. ده ده مدافع. مم. الواد ده يعني مش شبه راموس، هو انيل من راموس، هو جزار، ومش طريقه لعب جوارديولا خالص. فانا مش عارف هل هو مثلا مفروض عليه ولا جايبه اتاوه ولا ايه بالظبط. فايه بقى؟ والله انا لسه سامع على الصفقه دي النهارده. بس هو محتاج دفاع برضه. يعني انت هو معتمد على مين في الدفاع؟ ستونز عندك واللويس. دياز عندك لابورت، قالوا ان هو اسمه لابورتا ايه؟ لابورتا اسمه راح الهلال بقاله. الباك اليمين. باك اليمين بتاع ده جفارديولا باك الباك شمال. اليمين ووكر. ووكر، قالوا ان مم. هو مشي النهارده خلاص، خد دنيته وودع اصدقائه وودع جوارديولا ومشي رايح مش عارف فين، بس غالبا السعوديه يعني. فخلاص هو الراجل مشي دلوقتي خلاص، ما مشيش مشي، لسه لا بس مشي. قالوا النهارده التقارير خلاص طلعت، وفابريزيو طلع يتكلم وقال انه خلاص طالما فابريزيو بره. قال يبقى خلاص. بره عمنا السيتي، فابريزيو. وكانوا بيتكلموا ان هم عايزين وداعين من الجمهور والكلام ده. فكان هو زعلان، المفروض كان يعرف الماتش اللي فات ان هو هيمشي عشان يودع الجمهور، وما ودعش اه الجمهور وما خدش وداعيه ولا اي حاجه خالص ومشي. مم. فبتتكلم ان بقى في اماكن فاضيه في السيتي في الدفاع،
محتاجه تتملي. بس خوسانوف مدافع، حتى الواد البرازيلي اللي جايبينه 19 سنه ده من بالميراس برضه بالميراس مدافع ومش قد كده، هو 19 سنه انت عامل شايف زي مين اللي هيلعب باك يمين مكان ووكر؟ والله مش شايف حاجه، يعني والله مع جوارديولا انا مش شايف حاجه خالص. ازاي ماشي ووكر وهو ما عندوش اصلا باك يمين ما يعني؟ في ده يعني هو ما فيش خالص، الا لو هيرجع اكي يلعب باك يمين، ما لهاش حل غير كده. او هو في دماغه مثلا ان هو جاب سيرد باك علشان ما هو هيوظف اكي باك. اكي عمره ما لعب باك يمين اصلا. لعبه يعني شويه في كان تشيلسي، ايه؟ لعبه شويه في تشيلسي، اصل ما فيش باك في يمين كده في التشكيله خالص مفيش غير هو اكي. ف يعني هنشوف اختراعه هيبقى ايه. ممكن يكون جايب مرموش عشان يلعب باك يمين، والله مستبعده. بكده يبقى خلصنا كلامنا عن الكره العالميه، ونروح لفقرتنا الثالثه وهي فقره دلوقتي بقى نروح لكلامنا عن الفقره المحببه لقلبنا شخصيا، وهي فقره الايجيبشن ليج وما يحدث في الايجيبشن ليج وخبايا الايجيبشن ليج اللذيذه. تجديد زيزو. انا عارفك بتحب الزمالك والزملكاويه جدا جدا. فتجديد زيزو. والد زيزو من كام يوم كان بيتكلم في عقد لزيزو 80 مليون جنيه في 80 مليون جنيه في السنه، و50 مليون مقدم تعاقد ياخده في ايده كده مجرد ما يمضي، و10 مليون مكافاه ابوه اللي هو باعتباره وكيل اعماله. جه امبارح ابراهيم فايق وكذا حد طلعوا اتكلموا ان لا هو ما بقاش عايز الكلام ده، هو بقى عايز 100 مليون جنيه 100 مليون انت يا ابني في بتسطر السنة. عليك كلام. ايوه كتير يا جدعان. 100 مليون جنيه دول 2 مليون يورو. في لعيبه في برشلونه والريال ما بياخدوش 2 مليون يورو في السنه. طب انا عايز اقول لك على حاجه، هو الفكره ان هو بيبص للعروض اللي جايه له من الخليج والكلام ده كله ويقارنها بعروض مصر، فيبدا بقى ايه نفس السيكونس بتاع مين، يبقى ما فوتش الزمالك بقى. انا اطلع، انا عايز اطلع الخليج، انا خلاص انا طالع الخليج. ما هي دي النقطه بقى، المينتاليتي برضو بتفرق بقى في العمليه دي. انت قد الفلوس خلاص خدني، مش قد الفلوس خلاص. بس هو كمبلغ مبالغ فيه في الدوري المصري، مبالغ فيه جدا جدا فوق الوصف. ده لنتيجه لايه؟ للعقليه اللي بيفكر فيها، اللي هو مثلا انا جالي عرض مثلا ب 5 مليون ولا 6 مليون في الخليج، يعني ده انا بقول لك 2 مليون بس. فاهمني؟ فاهم الفكر؟ مش ميزان بالنسبه لي. انا جالي 5 جنيه مثلا في مكان، انا اروح للمكان ده اللي انا فيه دلوقتي يا جماعه. انا عارف مقدرتكم مثلا مليون، فانا انتوا مش هتقدروا تدوني اللي انا عايزه، انا طالع بقى. مش هروح اقول لهم ده انا جاي لي 5 مليون فانا عايز 3 مليون. ده الفكر، ما انا بقول لك ده الفكر في التفاوض يعني. مثلا بس انا لو انت هتقول لي يطلع الدوري السعودي ولا لا، ما يطلع الدوري السعودي، ايه المشكله يا باشا؟ ما يطلع، بس ما يطلع. انت. وتاني حاجه انا عايز اقول لك على حاجه، يعني بدون تخبيط في الدوري المصري ولا حاجه، الدوري السعودي اقوى من الدوري المصري كتير. طب انا بقول لك الدوري السعودي مش عشان بقى كريستيانو والبتاع ده، من زمان الدوري السعودي اقوى من الدوري المصري كدوري وكمنافسه فعلا في كل حاجه. في منافسات، هو الدوري السعودي في اقوى. منافسات، تلاقي 4 5 6 فرق كده واخدين الدوري وهم اللي بينافسوا على الدوري والكلام ده كله. في مصر عندك ايه؟ انت فرقتين عندك والثالثه. البطولات هنا فعلا بتتقسم على اهلي وزمالك بس هناك في السعوديه ممكن تلاقي حد واخد الدوري، حد تاني واخد الكاس، حد تالت خالص واخد السوبر. بالظبط. والدنيا ايزي يعني، الدنيا في منافسه، في منافسه. المنافسه هناك قويه جدا، عندك يجي 4 5 فرق اقويه، عندك الاهلي وفي منافسه يعني، في منافسه في منافسه. فروح المنافسه على طول. انا من وجهه نظري يطلع خلاص يعني زيزو. انا شايف ده، بس انت الزمالك ساعتها هتلاقيه ايه؟ منهار نفسيا. وبعدين معلش مع احترامي لفرقه الزمالك كلها والله. انا كده راجل يعني، انا بحب الزمالك وبحب لعيبه كتير قوي في الزمالك وكل حاجه. الزمالكاوي متخفي وبحب زيزو تمام. بس اما تيجي تتكلم، هو زيزو مع يعني فارق في ايه في الزمالك؟ يعني فارق في ايه؟ بيجيب اجوان والدنيا تمام وكل حاجه. لو حطيت عبد الله السعيد دلوقتي مثلا في مقارنه مع زيزو، عبد الله السعيد افيد للفرق. لو حطيت فتوح بنتايج الناس دي كلها، يعني هنقول ان هم مش بنفس تاثير زيزو، بس انت زيزو تقدر تعوضه لو بعته مبلغ كويس وانت محتاج فلوس، فطلعه يا باشا، خد لك 5 6 مليون دولار حل ازمتك وطلعه. يعني عايز اقول لك ان هو فعلا الزمالك لو مشى زيزو، هو مش خايف على ان هو يفقد مهارات زيزو على قد ما خايف ان الزمالك نفسيا يتدمر، الجماهير هتغضب وهتلاقي اللعيبه نفسيتها تعبانه من غضب الجماهير عليهم والكلام ده كله. اي هزيمه هتحصل في الزمالك هيقول لك شوف باعوا زيزو وسابوه ومش عارف ايه والكلام ده كله. ففعلا هم خايفين خروج النجم بتاعهم، مش عشان مهارته والحاجات اللي بيعملها،
على قد ما هو خايفين ان هو نفسيا الفريق يتدمر. حلو قوي. رحيل زيزو هيسبب ازمه ولود على اداره الزمالك جدا. وبقاء زيزو هيسبب حمل ولود على اداره الزمالك ان هم يوفروا مرتبه ويوفروا ده المكافآت حقيقي. بتاعته ويوفروا الاعلانات ويوفروا الكلام ده ده كله. حقيقي. فانا دلوقتي لو سبته عليا لود، لو طلعته عليا لود، فانا اطلعه واخد فلوس احل مشاكلي وبعدين يحلها ربنا بقى سنتين ثلاثه ويبقى يرجع لي تاني، او يمكن يخش ولا حاجه ويرجع على الاهلي. هو فاضل على العقد بتاعه قد ايه اصلا؟ هو خلاص يعني بتتكلم في 6 شهور برضه، يعني هو ممكن دلوقتي يتكلم مع اي حد. فالموضوع بالنسبه له منتهي، فانت خلاص طلعه يا باشا. او ممكن يقعد معاك 6 شهور دول وتطلع بعد كده ببلاش. انت جالك قبل كده، هو بيتكلموا في ان انا جالي قبل كده من قطر، كان قطر القطري تقريبا 5 مليون دولار. فهو دلوقتي وسمعت ان في عقد نيوم السعوديه دلوقتي نيوم السعوديه بيقول لك 6 مليون ولا 7 مليون. لا ده اقل من 5 مليون. فهم ندمانين ان هم فوتوا عرض ايه ال5 مليون. فبيسعوا دلوقتي ان هم يجيبوا اكبر عقد ممكن لزيزو مثلا في السعوديه او في الخليج بشكل عام. فانت كده كده انت 6 شهور مش هتبقى مستفيد منه بحاجه. هو دلوقتي زي ما بقول لك والده بيتعامل مع الموضوع تجاري قوي. ما بقول لك زي ما هو حاسبها الحسبه دي، هو حاسبها ان انا هيجي لي 5 مليون ولا 6 مليون، انا كريمكم بقول لكم هتدوني 2 مليون وانا هبقى مرضي. مش مقدرتي. وانا هنا في مصر معلش ما اديكش، هديك 2 مليون دولار او 2 مليون يورو انت بتتكلم فيهم 100 مليون دول علشان تجيب لي ايه؟ هتجيب لي الدوري من الاهلي، ولا هتجيب لي افريقيا من الاهلي، ولا هتجيب لي الكاس من بيراميدز، هتجيب لي ايه بالظبط؟ هتجيب لي الكونفدراليه اللي باخدها كل سنه؟ باشا ما يعني بص، لا ننكر ان زيزو لعيب ومهاري مش بتكلم عن امكانيات زيزو كلاعب، بس دي. بتكلم ان انت الفاليو اللي هتقدمها لي ما تستاهلش عليها 2 ما انا مليون بقول يورو لك يعني. هو الفاليو بالنسبه لهم فاليو نفسي بحت. مهاري وكل حاجه، بس الزمالك لو طلع منه النجم الاوحد بتاعه دلوقتي، انا شايفه ان هو السوبر ستار بتاعهم، هيتدمروا والجماهير هتغضب عليهم وكل حاجه هتلاقيها زي الزفت عندهم، هينزلوا. بس هو عشان كده هو متمسك باخر قطره بالنسبه له ان هو زيزو يفضل، عشان ايه؟ نفضل نكمل شويه بس الفتره الجايه. عموما خلينا نشوف ايه اللي هيحصل معاه في المستقبل. ونروح دلوقتي من الزمالك للاهلي. الاهلي دلوقتي في كلام ان كهربا ماشي، في كلام ان اكرم توفيق ماضي في الشمال القطري بدون علم اداره الاهلي. الاثنين لعيبه دول لما يمشوا، ايه رايك اللي هيحصل في الاهلي في اوضه اللبس وفي الفرقه عموما بعد السنه اللي فاتت؟ ما في يجي 3 4 لعيبه مشيوا من الاهلي، ديانج واحمد عبد القادر ومش عارف مين وحمدي فتحي من قبلهم، ده كله مشي والاهلي ما عرفش يعوضه. فهل دول كمان لما يمشوا دلوقتي في ظل ان الاهلي مش احسن حاجه، اوضه اللبس مش احسن حاجه، هيعرف يعوض ده كله؟ بص، هو انت محتاج يعني في كهربا خلاص ماشي، بس انت محتاج اكتر حاجه دفاعيا، انت محتاج حاجات دفاعيه زيه زي ريال مدريد كده بالظبط. محتاج خط نص. خط نص مدافع، عايز 2 على الاقل. مم. عايز 2 جنب مروان محتاج عطيه. مهاجم. السوليه كبير برضو بيسد وكل حاجه، بس انت محتاج 2 كمان يعني. وما تنساش ان بيرسي تاو مشي وانت لسه ما عوضتوش. عندك دفاعيا انت محتاج يعني. انا شايف ناس كتيره من الاهلاويه اللي انا معاشرهم وقاعد معاهم بيقول لك يغور اكرم توفيق. لا، اكرم توفيق ليه دور كبير جدا 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 يا جدعان، اقسم بالله الواد ده بياكل نص الملعب، حرفيا بياكل نص الملعب. بيهد هجمات قويه جدا عن الاهلي، عشان كده الاهلي برضو متمسك بيه مش عايزه يمشي يعني. وبرضو اكرم توفيق مشكلته دلوقتي ماديا، هو عايز يتعامل فئه اولى. بحيث ان الاهلي قال له لا، انت لسه ما دخلتش الفئه الاولى. انا من وجهه نظري اكرم يتعامل فئه اولى، يتعامل فئه اولى. ايه المشكله؟ ايه المشكله ان هو عايز يتعامل فئه اولى وياخد مرتبات اللي هو بيتعامل بيها فئه اولى؟ ياخد فئه اولى. اكرم ليه رصيد وكل حاجه وراجل جدع وبيرفع الشورت وبيعرف يعمل فيها مش عارف ايه والكلام ده كله. بس ان اكرم توفيق جاله 2 صليبي وهو في الاهلي، والاهلي عالجه يعني ووفر له كل حاجه. يعني ايه الاهلي عالجه؟ ما هو لازم يعالجه، يعني ده الطبيعي ان هو يعالجه. اول اصابه دي كانت مع المنتخب والاهلي خدوا عالجه. تاني اصابه كانت جات له بعدها على طول والاهلي لا، الاهلي بيعالج على حساب المنتخب. سيبك يعني من مثلا على حساب، سيبك من على حساب مين. يعني هو بياخد جزء. يعني مثلا انا المنتخب مثلا تكاليف علاجك كذا اكس، طب لا انا هاخده في المكان الفلاني وهاخد منك الاكس. انا بتكلم دلوقتي ان الاهلي استحمله 2 سنين وهو عنده 2 صليبي وما خرجوش ولا قال له لا انا مش همضي معاك تاني ولا الكلام ده كله. ليه؟ عشان واحد لعيب وبيلعب كوره كويس وبيقاتل في الملعب زي ما انت عملت لي انا عملت لك اهو. فانت ماشي. قدمت وانا قدمت. ماشي، انا ما طلبتش حاجه غلط يا جدعان. ان هو الراجل طلب ان هو يبقى فيها اولى، ما قالش حاجه هتخلوني فيها اولى تمام، مش هتخلوني فيها اولى. انا جالي عرض من الشمال القطري بس، ودلوقتي هم قالوا له احنا هنديك اكس، هتوافق بيه تمام، مش هتوافق بيه
كمل عقدك في الكلام اللي انا سمعته والله ان هو خلاص مضى للشمال اصلا، ما انا بقول لك وعلى الله اهو، ان شاء هو الله. هو حر بقى. انا شايف الموضوع في ايده دلوقتي. هو بيقول لك لسه الموضوع ما خلصش. طيب بتتكلم في كهربا وبيرسي تاو دلوقتي مشوا من خط هجوم الاهلي اللي هو اصلا كان محتاج تدعيمات. الاهلي في مين دلوقتي ممكن يدعم بيه في ظل ان انت رايح كاس العالم للانديه اللي هيبقى حاجه كده انت فاهم يعني؟ بص، هو انا اللي انا سمعته انه خلاص هو خلصوا مع حمدي فتحي، هيجي في خلال الفتره الجايه. وسمعت والعش برضو بتاع زد ومصطفى ميسي تقريبا حاجه كده من زد. وكمان تريزيجيه ممكن ياخدوه. اظن تريزيجيه صعب في في الفلوس اللي بياخدها في قطر صعب. بقول لك اللي انا سمعته يعني ان في كلام كبير قوي على موضوع تريزيجيه ان هو يرجع الاهلي تاني. بيتكلموا في 2 مليون وشويه يعني. انا بتكلم في كده ان هو في قطر بياخد مبلغ خيالي. ما انا بقول لك بيتكلموا في 2 مليون شويه. فتريزيجيه ممكن يجي عندك. في تدعيمات افريقيه في 3 مهاجمين افارقه بيتكلموا عليهم. بس لسه ما فيش حاجه ما فيش حاجه ثابته لغايه دلوقتي. بس احنا يعني ككولر وكابتن محمود خطيب متاخرين قوي 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 في موضوع الصفقات. وبعدين انت داخل كاس، متأخرين انت جدا. سيبك بقى من تدعيمات الفرق المحليه والكلام ده كله. انت رايح كاس عالم للانديه بنظامه الجديد. انت مثلا الموضوع هيفرق معاك ان انت لو مجرد ان انت طلعت من المجموعات، المبلغ اللي انت هتاخده مثلا هتضرب في 2. انت بالمبلغ اللي انت هتاخده بالمشاركه بس تعرف تبني فريق ينافس او فريق كويس. احنا متاخرين جدا في الصفقات، في جميع الصفقات، خد بالك دفاعيه وهجوميه وكل حاجه. الناس اللي مشيت من السنه اللي فاتت انت ما عوضتهاش، انت ما جبتش غير امام عاشور. انا عايز اقول لك ان انا حاسس ان الاداره ماسكه ماديا جدا 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 في الموضوع ده. ماسكين ماديا جدا بشكل فظيع. فيفكوا الكيس بقى، يفكوا الكيس بالظبط. كاس العالم للانديه انت باصص لنا في القرشين اللي هيخشوا جوه الدنيا رايقه. ممكن الكيس صحيح. خلاص دلوقتي خلصنا كلامنا عن الاهلي والزمالك وكل حاجه، والحمد لله على السلامه. الله يسلمك حبيبي. خلينا نختم دلوقتي الحلقه بتاعتنا بعد ما خلاص خلصنا كل كلامنا. وما تنساش لو انت موجود على اليوتيوب تعمل سبسكرايب للقناه، لو موجود على الفيسبوك تعمل لايك وشير وتشير الفيديو مع اصحابك، تبعت لكل اصحابك كده وتقعدوا تتفرجوا عليه. سلام.